السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ كنتمنى هاد لا فيديو يلقاكم في احسن الاحوال. الوصفه ديال اليوم غادي تكون عباره على سلطه صحيه بالنسبه للناس اللي باغيين يديروا الريجيم او الناس اللي عندهم امراض مزمنه. فهاد السلطه هذه غادي تنفعكم بزاف بزاف بزاف. داكشي علاش قلت نبارطاجيها معكم. ما نطولش لكم، ندوزو مباشره المكونات وطريقه التحضير. فواحد البول ولا فواحد الاناء غادي نحتاجو البربه. الكميه كتبقى على حسب عدد افراد الاسره. انا درت 3 ديال البربات، طلقتهم وقطعتهم. من بعد غادي نضيفوا ليهم واحد التفاحه اللي كنقيو ليها قشورها وكنقطعوها قطع صغيره، وايضا تفاحه واحده اخرى حتى هي كنخليو بالقشور ديالها وكنقطعوها قطع صغيره. من بعد غادي نضيف القياس ديال 50 غرام من الكركاع، واحد شويه ديال زيت الزيتون. من بعد غادي ندير واحد رشه ملح خفيفه، تقدروا تستغناو على الملح الا ما بغيتوش. صافي غادي نخلطوا هاد العناصر هاد مع بعضياتهم، ومن بعد غادي نضيفوا الكرومب، هاد النوع هذا الاحمر حتى هو كنقطعوه قطع صغيره. حنا خديت غير الربع ديالو. وغادي نضيفوا واحد القياس ديال 3 ديال المعالق كبار من المايونيز. كنخلطوا الكل جيدا. وهاد السلطه كتطلع حتى للناس اللي كيترينيو كيديروا سبور ولا متابعين شي حميه غذائيه. صافي من بعد كنقدموها في طبق التقديم بهذه الطريقه هذه. فرشت ليها الخس وكنحاول نقدمها بهذه الطريقه هذه، سهله مهله دغيا غير كتكون عندنا واجده. صافي هنا غادي نزينها بشويه ديال الكركاع من الفوق، وحقيقه كتجي لذيذه. كيجي داك اللوغو ديال الحلو مع المالح، كتجي خطيره البنات. غير جربوها وردوا عليه في الكومونتير. وحتى هنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو القادم. الى اللقاء.